مرحبا، يعطيكم العافية. عملت مكس الجيلي بالكراميل. مكس بارد ولذيذ وبطر على القلب. عشان تتعرفوا على الطريقة تابعوني. يلا بينا نذكر نبينا ونبدأ. بسم الله. اول اشي حبدأ فيه، انا حجيب الصحن اللي ححط فيه الجيلي تبعي. حنبدأ في الحلو. حطيت فيه، شوفوا معايا، شوية زيت نباتي، بس شوية مش كتير. شوية زيت نباتي مش كتير. حدهنه فيه. هذا الزيت النباتي بس ايش فايدته؟ انه حيخلي سوري، حيخليه بس انه ما يلزق، ولما اقلبه ينقلب معايا. شايفين معايا كيف؟ هالوقت اي فاكهة بتحبي تستخدميها بتحطيها، ما بتحبي تستخدمي فاكهة او مش موجودة عندك فانت مش مضطرة. انا عندي كيوي، هحط الكيوي، هحطه كله في الارضية. تمام، شايفين معايا؟ هحط قطع الكيوي، قشرته وعملته دوائر، هحطه في الارضية. عندك موز، عندك فراولة، اي نوع من انواع الفواكه هيديك طعم زاكي كتير ومميز. طيب هالوقت بعد ما حطيت الكيوي رصيته في الصحن كله تمام التمام. هالوقت انا حجيب اي صحن عندك، اي وعاء عندك تستخدميه، بس انا حدوب فيه الجيلي. عندي باكيت جيلي احمر، جيلي احمر. تمام، حنزل فيه كله. شايفين معايا؟ هحط عليه كاسة مية دافية، كاسة ونص او وربع، كاسة ونص. تمام، واحركه منيح منيح. شايفين معايا؟ زي طريقتي في عمل الجيلي، بس اللهم اني مش رح اغليه على النار، لا، من برا لبرا، بس حدوبه منيح منيح لحد ما يفك معايا الجيلي ويتخالط ويتجانس مع بعضه. اذا كنت اول مره بتابعيني في القناه اشتركي بالقناه وفعلي الجرس واضغطي لايك عشان يصلك كل جديد من قناه دانات ام كمال. شايفين معايا؟ بدأت ريحته تطلع بتجنن. طبعا كلنا بنحب الجيلي وعارفين ايش طعم الجيلي، وصغارنا بحبوه، فهذا الحلا حيحبوه صغارنا وكبارنا. وفي الوقت الصيفية هالوقت اللي احنا فيها هذا الحلا ممتاز ممتاز جدا جدا. حيديك برودة وانتعاش رهيبة. بدأ قوامه مش يسمك 100%، بس انه تخالط وتجانس مع بعضه. وكده تقريبا خلصنا من عمايل الجيل لانه ما بياخد وقت ابدا ابدا ابدا. هلا تشوفوا معي بعد ما خلصنا الجيلي انا حاجة اسكبه فوق الكيوي اللي قطعته وحطيته. شايفين معايا؟ تمام تمام. ما تقلقيش من اللي بيرتفعوا هدول، حيرجعوا ينزلوا، ولو ضلوا مرتفعين كمان ما فيش اي مشكلة. تمام كده معايا؟ شايفين كيف ما ضلش فيه، ضربته كله تمام التمام. هلوقت انا هحمل صحن الجيلي هذا واخليه بس بدرجة حرارة المطبخ تنزل حرارته شوية، وحدخله التلاجة لمدة ساعة كاملة يتجمد معايا 100%. وبعدين حنحط الطبقة التانية. تمام تمام، يلا بينا. هالوقت للطبقة التانية للحلا أنا إيش هحتاج؟ هحتاج باكيت كريم كراميل. تمام، هحتاج باكيت كريمة، باكيت كريمة. تمام، كله. شايفين معايا؟ حطيته كله. ايش هحتاج كمان؟ هحتاج كاسة الا ربع مية باردة، كاسة الا ربع مية باردة. هحتاج سكر؟ لا، مش راح احتاج سكر لانه الجيلي حلو، والكريم كراميل فيه نسبة حلاوة، والكريمة طبعا حلوة، فمش راح نحتاج سكر. هاي كل المكونات اللي بنحتاجها: باكيت جيلي، باكيت كريم كراميل، باكيت كريمة. هنضرب هالوقت هذه المكونات اللي قلنا عليهم، الكريمة والكريم كراميل مع بعض، ونحطهم فوق طبقة الجيلي اللي اتجمدت معايا. تمام تمام، يلا بينا.
هالوقت شايفين معايا الجيلي كيف بعد ما تماسك، بعد ما طلعته من الفريزر بعد مرور ساعة كاملة، شايفين كيف تماسك معايا؟ تمام التمام. هالوقت انا عملت كريم كراميل مع الكريمة، حنزل فيه فوق الخليط بس بشويش انزلي فيه، هي او اللي تحت متماسك بس برضو للاحتياط بشويش انزلي عشان ما يتداخل ببعضه. شايفين معايا؟ بس خلاص كده. وحرجع احطه بالفريزر مدة كمان ساعة كاملة، مدة ساعة كاملة حرجع احطه بالفريزر وبعدين نطلعه ونشوف كيف شكله. مكس الجيلي بالكراميل صار جاهز معايا، شايفين كيف شكله؟ شايفين كيف جامد؟ شايفين؟ ما طلعش ولا اشي. طب انا ايش هعمل؟ حاجة بس اعمل الاطراف كل سلاسة كده، بس تحاولي انك تحركيها بس كده حركة بسيطة على اساس انها تنقلب معايا. تمام؟ خلاص انت بتتأكد انه هي تمام، بس بتجيبي طبق التقديم اللي ناوية تحطيه فيها، اي طبق انت ناوية تحطيه، وبتقلبيها. شايفين معايا كيف انقلبت؟ بسم الله. الله. هالوقت شايفين الشكل النهائي إلها؟ عملنا ماكس الجيلي بالكراميل، شايفين كيف شكله؟ واو، بشهي بشهي. بتمنى انه طبقي لليوم يكون عجبكم، الحلا تبعي يكون عجبكم، ونال استحسانكم وتجربوه وتقولوا لي في الكومنتات شو رأيكم، وصحة وعافية.